إذن في برنامج ملفات رياضية لهذا العدد الحديث سيكون على الهواء مباشرة بعد لحظات قليلة مع رئيس الرابطة المحترفة السيد محمد أمين مسلوق للعودة إلى أبرز ما ميز هذا الموسم والعديد الأمور والمستجدات التي تسبق الموسم المقبل من البطولة المحترفة. إذا معنا السيد محمد الأمين مسلوق رئيس الرابطة المحترفة، صباحك سعيد، شاكرين لك تلبية الدعوة والتواصل معنا. مرحبا بك عبر أمواج إذاعة سطيف. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير الأخ الكريم، صباح الخير كل مستمعين إذاعة سطيف. شكرا لك في البداية على التواصل معنا. وقبل أن نتحدث عن المستجدات والتحضيرات للموسم المقبل، نعود ربما بإيجاز إلى هذا الموسم وأبرز ما ميزه. اليوم ستلعب آخر المباريات من الجولة 30 للبطولة المحترفة. كيف تقيم سيد محمد أمين مسلوق سير المنافسة في هذا الموسم؟ أولا كما تعلمون اليوم ينزل الستار على بطولة المحترف الأول، وإن يعني ربما هي سابقة أو على حسب علمي كان فيه نفس نقولوا السيناريو سنة 94. إذن وين اليوم ما نعرفوش البطل وما نعرفوش الفريق الثاني اللي راهم معني بالسقوط، هذا يعني ما يدل على شيء هو روح المنافسة والمنافسة القوية والشرسة اللي كانت بين فرق الدوري المحترف. أظن كل هذا أكيد يساهم في إعطاء نوع من النفس ونوع من المستوى اللي ممكن حيكون عامل لتحسين المستوى سواء بعد التقييم هذا الموسم أو حتى للموسم المقبل. فيما يخص سؤالكم حول تقييم الموسم، احنا ننتظر يعني اليوم انتهاء البطولة إن شاء الله. بالمناسبة نشكر كل يعني المساهمين من سلطات كذلك فرق محترفة كذلك جماهير. الحمد لله على العموم شفنا موسم هادئ، موسم فيه نوعا من إثارة على مشاركتهم الفعالة، وكانوا يعني نقولوا سند وكذلك شريك للرابطة في إنجاح البطولة. بعدين إن شاء الله نجلسوا نعملوا تقييم نشوفوا ما هما النقاط اللي ربما لازم نحسنوها الموسم المقبل، وكذلك النقاط الإيجابية اللي حنزيدوا يعني نعملوا عليها اللي شفناها الموسم الحالي. والأكيد بأنه دائما الأمل بأن تكون الأمور أحسن من موسم إلى موسم آخر. في هذا الصدد سيد محمد أمين مسلوق رئيس الرابطة المحترفة، العمل بدأ مبكرا استعدادا للموسم المقبل من خلال بعض التعديلات التي مست نموذج العقد الاحترافي وأيضا عديد النقاط المتعلقة بتنظيم المنافسة. مؤخرا صدر القرار بالمصادقة على نموذج العقد المقترح للاعب المحترف في الموسم القادم. بخصوص أبرز ما جاء في هذا النموذج، نموذج العقد الجديد للاعب المحترف، ما هي العناوين الكبرى التي يجب أن يتم تسليط الضوء عليها سيد محمد الأمين مسلوق؟ هو أولا قبل ما نتكلم على عقد اللاعب المحترف حبيت نقول الموسم المقبل صحيح التحضيرات جارية للموسم المقبل، وكنا نوعا ما ننتظر تواريخ الكاف للمنافستين الإفريقيتين رابطة الأبطال وكأس الكاف حتى يتسنى لنا وضع اللمسات الأخيرة، لأنه الآن الحمد لله في الأسبوع المقبل حيكون البرنامج جاهز للموسم المقبل، بما أنه نوعا ما عدم الرضا للموسم الحالي أو النقطة اللي كانت ربما شكلت نوعا من الضعف هي تراكم المباريات، وكذلك كان حبذا لو أكملنا البطولة في بداية شهر جوان وحتى شهر ماي، لكن لظروف خاصة وهي أساسا مرافقة الأندية
المتأهلة للمنافسات الإفريقية من أجل السماح لهم بالتحضير جيدا. والنتيجة أنه هناك أندية وصلت للربع النهائي وكذلك أندية وصلت للنصف النهائي. هذا شيء جيد، وهذا أكيد يرفع من مستوى البطولة الوطنية. فيما يخص عقد اللاعب، هو كان مشروع موجود في الاتحادية، كذلك بطلب أيضا من الأندية الموسم الماضي. يعني قبل بداية الموسم الماضي كان فيه نوعين من العقود، العقد الكلاسيكي والعقد اللي يحث على المنافسة، وكذلك نقولوا يحفز التنافس الرياضي. وهذا الشيء اللي مشينا عليه. هو كانت بعد عمل وجهد كبير من الاتحادية وكذلك الرابطة، الحمد لله توصلنا إلى عقد أظن أنه العقد اللي حيمكن الأندية ربما من الحفاظ على حقوقها، كذلك اللاعبين الحفاظ على حقوقهم. كان فيه مصادقة في المكتب الفيدرالي الحمد لله يوم 30 أبريل، والآن حيصبح ساري مفعول ابتداء من الموسم المقبل. فيما يخص أهم النقاط، هي قلت لك هو عقد يحث على التنافس الرياضي. كذلك النقطة المهمة أنه بحكم يعني تحليلنا للمواسم المقبلة وكذلك للوضعية المالية للأندية، كان فيه يعني نقولوا تحسيس بما أنه هذا العقد حيخفض نوعا ما من الأعباء الضريبية للأندية، بما أنه المنح هي خاضعة فقط ل 15% من الضريبة، عكس نقولوا الأجر كامل. الأجر الكامل هو اللي خاضع لجدول معين حينقص من الأعباء. كذلك من أعباء الضمان الاجتماعي اللي احنا قلنا أنه وفقا للقانون، هذا قانون يعني جزائري موجود الحمد لله، هو أنه الدخل الشهري يكون 15 مرة الدخل الأدنى، ويكون خاضع للضريبة كذلك للضمان الاجتماعي. إذن في الأخير حنقوله يكون تحصيل أو تحصيل ضريبي، وكذلك حقوق ضمن اجتماعية تكون منخفضة بالنظر للمواسم الماضية اللي خلت الأندية تغرق في ديون كبيرة، بما أنه احنا رانا على طريق احتراف كامل. وكذلك هناك الموسم الثاني إجازة النادي المحترف لتحث أساسا على السلامة المالية والإدارية للأندية. إذن بالعموم نقولوا أن الأندية ما لازمش يكون عندها ديون في هذا الصدد. كذلك هناك هناك بنود عديدة، بنود لتحمي حقوق اللاعب. يعني ما فيش مشكل اللاعب يدي يعني كامل مستحقاته بدون إشكال، عكس ما ربما كان فيه سوء تفاهم. لذا قررنا يعني الرابطة برعاية دائما الاتحادية الجزائرية اللي هي قريبة من الأندية وقريبة من المنظومة يعني الميدانية لكرة القدم، كانت فيه ورشة تطبيقية لهذا العقد، وكانت فيه عديد من الأسئلة وتم يعني التجاوب بصفة إيجابية من طرف جميع الأطراف. سيد رئيس الرابطة المحترفة، أنا ما أعلمه هو أنه اللاعب عموما يحصل على راتب شهري خام بقيمة 30 مليون سنتيم، وهذا الراتب هو الذي يمكن أن نصفه بالأجر القاعدي بالنسبة للاعبين، وهو الذي يخضع للاقتطاعات المتعلقة أساسا هناك يعني ثلاث نقاط. هو أجر قاعدي خام، هناك منحة الإمضاء لتمثل من 0 إلى 20% من القيمة المالية الإجمالية السنوية يعني على مدار 12 شهر. بعدين المتبقي يتقسم على مرحلتين، مرحلة
الذهاب ومرحلة الإياب. لكن الشيء اللي ربما الناس ما يقولوا أنه فيه المادة 12 اللي هي تخلي نوعا ما من الحرية للأندية لإضافة بنود أخرى أو شروط أخرى، أو حتى يعني حتى أمور يعني تكون 100% صالح للاعب. بالنسبة لهذه المنح المتبقية التي يحصل عليها اللاعب بعد نهاية مرحلة الذهاب ومرحلة الإياب، هي مرتبطة بالمردود وبعدد دقائق اللاعب خلال المباريات. هي المردود يعني أقل شيء، يعني اللاعب ممكن يحصل على 25% يعني لو ما يلعب حتى دقيقة، لكن الأمور الأخرى مرتبطة بالمشاركة. هذا يعني بحكم أنه شفنا يعني أمور نقولوا أمور تسييرية اللي كانت تلزم الأندية على القيام بهذا الشيء. أما فيما يخص قلت لك فيه البوند 12 اللي تكون فيه حرية للنادي لإضافة شرط آخر أو تحفيز آخر، هذه من صلاحية النادي مع اللاعب تاعو. السيد رئيس رابطة سيد محمد الأمين مسلوق، بالنسبة لهذه النقطة هي ربما كانت محل تحفظ. أنا كنت تطرقت إلى هذا الموضوع في عدد سابق من برنامج ملفات رياضية، وتم الحديث عن المعايير التقييم بالنسبة لعدد دقائق اللعب. هناك مختلف المؤثرات التي يمكن أن يكون لها يد في تحديد عدد دقائق اللعب. نتحدث مثلا عن حارس المرمى، يعني غالبا ما يكون هناك حارس أساسي يلعب تقريبا مرحلة الذهاب أو الإياب. اسمح لي طرقنا للنقطة هذه، وحارس المرمى غير معني بالمردود، بما أنه هناك حارس أساسي وهناك حارس يعني في الاحتياط. إذن حارس المرمى غير معني بهذه الإجراءات. وبالنسبة لهذا المعيار هو إلزامي لكل الأندية، يعني اليوم اللاعب إذا كان نعم هو إلزامي، لأنه تكلمنا يعني شرحنا في الورشة مع رؤساء الأندية وفهمناهم بما أن حارس المرمى غير معني. كذلك إذا أنا لماذا تكلمت على هذا المقال بالذات البوند 12، إذا كان هناك يعني أهداف مسطرة مثل اللاعب مثلا اللي نسميوه في لغة كرة القدم بجوكر للفريق اللي ينتدب مثلا هداف اللي يلعب ربما دقائق أقل بكثير من ما هو مطلوب، لكن هو يسجل أهداف ويسمح للفريق بالفوز. هذا تقدر دير أيضا بوند، لأنه هناك حرية. احنا عمرنا ما قيدنا الفرق على يعني نقولوا عقد اللي مش حيكون في صالح اللاعب او مش حيكون في صالح الفرق، انما نشوفوا يعني العقد بصفة عامة هو لتخفيف الأعباء فقط، تخفيف الأعباء وللتحفيز وفيه انسيابية من خلال هذه المادة 12. لأنه احنا في كرة قدم هو العامل المشترك هو التحفيز والمشاركة الرياضية، هو الأساس. تكون فيها منافسة وتكون فيها مشاركة، لأن ربما شفنا في بعض الأحيان لاعبين ما يسعفهمش الحظ أنه يكونوا ما يشاركوش لأسباب مختلفة ربما تقنية أو كذا، ويعني في المنازعات يطالبوا نشوفوا الأندية تغرق في ديون كبيرة. احنا كنا يعني نوعا ما منصفين وشفنا المصلحة مصلحة اللاعب ومصلحة الفريق والحمد لله. لكن هذا ما يمنعش الفريق يعني قلت لك يتصرف بأهداف، لأنه لازم تكون أهداف. هذا هو خلاص القول، هو عقد لأهداف. العقد بأهداف، وهذا ما سيساهم أكيد في تحسين نسبة المنافسة بين اللاعبين والرياضيين. ما هو موقع اللاعبين الأجانب ضمن المستجدات المتعلقة بهذا العقد سيد رئيس الرابطة؟ هو شوف اللاعب الأجانب كما صرحنا من قبل أنه بحكم الموسم المقبل بدينا نتذكر بثلاث لاعبين أجانب، بعدين تلقينا طلب لتم درسه في المكتب الفيدرالي أنه الفرق طلبت رفع العدد
ل5 لاعبين من أجل يعني سمح لهم برفع المستوى. لكن شفنا يعني على حسب إحصائيات، هذا مش كلام فقط، هناك أرقام دلت أن الفرق ما شاركتش، ما استعملتش هذه الأندية بصفة ربما فعالة. لذا قررنا الحفاظ على يعني اللاعبين اللي راهي سرية المفعول، ما فيش مشكل تكون يحافظ على 5 لاعبين، لكن بالنسبة للجدد حيكون 4 لاعبين فقط، وسماح بالمشاركة في لقاء ب4 لاعبين فقط. هذو إحصائيات اللي دلت أن نسبة المشاركة جد ضعيفة. فيما يخص العقد القديم يعني لسائر المفعول هو ما يتغير حتى شيء، لكن بالنسبة للجدد هو يعني خاضع لنفس القوانين للاعب المحلي، ما كاش فرق بين اللاعب الأجنبي واللاعب المحلي. واضح سيد محمد الأمين. نتحدث عن نقطة أخرى تتعلق بتنظيم سوق التحويلات الذي سينطلق بحول الله يوم الفاتح جويلية بعد أيام قليلة، ويمتد إلى غاية نهاية شهر أوت، إلى غاية 31 من شهر أوت. هناك الجانب ربما كانت كرة القدم الجزائرية خلال المواسم الماضية وما زالت ربما فيه بعض الشباب تتعلق بوكلاء اللاعبين. من خلالكم سيد رئيس الرابطة سيد محمد أمين مسلوك، حبينا نوضحوا الصورة بخصوص الوكلاء اللاعبين المعتمدين في الجزائر والذين يحق لهم أن يكونوا في الواجهة فعلا. في هذا الجانب ما هي الآليات لضبط سيد محمد الأمين مسلوك؟ نعم. من فضلك السؤال لأنه ما سي أمين. لا بأس قلت لك تحدثنا عن هذا الجانب ونود أن نوضح الصورة بخصوص وكلاء اللاعبين المعتمدين في إطار تنظيم سوق التحويلات الذي سينطلق يوم الفاتح من شهر جويلية المقبل يمتد إلى غاية نهاية شهر أوت. من هم وكلاء اللاعبين المعتمدون أو المعتمدين الذين يحق لهم فعلا ممارسة هذا النشاط ومرافقة اللاعبين والظهور في الواجهة، لأنه هذا الجانب ربما فيه قليل من الفوضى؟ ربما راك جاوبت على السؤال. قلت وكيل لاعب المعتمد لدى الفاف ولدى الفيفا، يعني كيكون معتمد لدى الفاف ومعتمد لدى الفيفا. في هذا الإطار كل القوانين واضحة، القوانين جد واضحة أنه اللاعب يحق له التعاقد مع الوكيل المعتمد اللي يضمن له يعني الحقوق تاعه، ويضمن له يعني تكون هناك شفافية، وكل هذا يعني راهي مسطرة قانونا. إذا أنا بالنسبة لي ما كانش إبهام في هذا الموضوع. يعني بالنسبة للاعبين وبالنسبة للأندية التعامل يكون مع الوكلاء المعتمدين، حتى بالنسبة للأسرة الإعلامية يعني حتى التعامل يكون مع الوكلاء المعتمدين فقط. يعني صحيح. هذا لازم ننظم روحنا. إذا هذا هو غاية وجود قوانين لتنظيم كل ما هو ما يخص شأن كرة القدم، خاصة من الجانب الإداري. يعني القوانين واضحة. وكيل اللاعب المعتمد عنده كل حقوقه، كذلك اللاعب اللي يتعامل مع وكيل اللاعب. أنا يعني بالنسبة لي وكيل اللاعب يكون هذا إجباري أنه يكون معتمد. من النقاط الجديدة سيد محمد الأمين مسلوك في الموسم المقبل هي عودة الكشوفات والتفتيش بالنسبة لاستعمال المنشطات ومحاربة أيضا ظاهرة المخدرات في الوسط الرياضي، وهذا كان محور من محاور يوم دراسي حول الحماية والوقاية الطبية في كرة القدم. ما قولكم في هذا الجديد، وخاصة ما يتعلق بالشهادة السلبية التي تحدث عنها رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم السيد وليد صادي؟ أولا بالمناسبة نود أن نشكر سيد وزير الرياضة السيد وليد صادي على هذا نقول مجهود كبير فيما يخص حماية اللاعبين، كذلك حماية الوسط الرياضي.
أنه كان هناك اجتهاد من طرف رئيس الاتحاد وزير الرياضة، كذلك أعضاء المكتب الفيدرالي، وكذلك رئيس اللجنة الطبية الفيدرالية سيد عادل، أنه قاموا بهذه الخطوة اللي حتكون عملاقة في إطار أيضا مكافحة آفة المخدرات والمنشطات للدولة الجزائرية، تعمل على كتف وساق من أجل محاربة هذه الظاهرة اللي شفناها ربما نتأسف لها فشات نوعا ما في نقولوا في بعض أطياف المجتمع، كذلك الوسط الرياضي. إذن هذه خطوة يعني عملاقة وجبارة بهدف التحسيس والوقاية، ليس بهدف يعني بهدف العقوبة. نعم، بهدف العقوبة، لكن بهدف التحسيس والوقاية. حتكون خطوة اللي تسمح حماية صحة الرياضيين، وكذلك حتى كل الأطياف المشاركة في القدم. بهذا أختم معك سيد محمد أمين مسلوق، ربما رسالة في نهاية هذا الحوار لكل الرياضيين وخاصة ممارسين ومتابعي كرة القدم الجزائرية. أود يعني لو سمحت تذكير بعض الشيء فيما يخص الموسم الفارط، كذلك الموسم اللي قبله كانت هناك ربما تجربة مميزة مع كل الفعالين. أظن الشكر موصول لكل الفرق، لكل الجماهير، لكل الهيئات المشاركة من أمن وطني، دارك، وحتى حماية المدنية والسلطات الولائية المحلية، اللي خلتنا ربما نعمل مع بعض في تنسيق تام من أجل إنجاح البطولة الوطنية، متمنيين إن شاء الله أنه الموسم المقبل حيكون ربما حيكون ربما مميز، بما أنه كما في بداية الحصة سبقت وأن ذكرت أن هناك تواريخ كبيرة فيما يخص المنافسات اللي حتكون خاصة بالأندية وكذلك الفريق الوطني، منها الشان، كأس العرب، كأس إفريقيا، وإن شاء الله كأس العالم. حنكون مجبرين على تطبيق صارم ل يعني جدول البطولة اللي ربما حنشوفوه مقابلات ربما كل 72 ساعة. حيكون ربما تجربة نوعية الموسم المقبل، لكن هناك إلزامية لاحترام هذا الجدول من طرف كل الأندية، وكذلك يعني نقولوا لإنهاء الموسم في ظروف جد حسنة. إذا الشكر موصول للجميع، كذلك الشكر موصول لإذاعة ستيف اللي دائما تنور الرأي الرياضي ومحبي كرة القدم بكل يعني هذه التفاصيل، وإن شاء الله إلى الملتقى إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا سيد محمد أمين مسلوق، رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم. تمنيتنا لكم بالتوفيق في مهامكم وفي تطوير كرة القدم الجزائرية، وكل التوفيق نتمنى لكم خاصة في التحدي الكبير الذي ينتظركم انطلاقا من الموسم المقبل.